مساء الخير أعزائي، وش راكم لاباس؟ إن شاء الله يلقاكم يا رب هذا الفيديو وانتم بكل صحة وسعادة وعافية وهناء يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم صديقاتي حبيت نشارك معاكم هذه الوصفة، على بالي تعرفوها، اللي هي الكاستيل. صدقوني هذه الوصفة رائعة، لو كنت تتبعوها بالخطوات تاعها راح تجيكم نتيجة رائعة. هذه كانت طلبية تاع الزبونة تاعي، كانوا جايينها ناس ضياف، قالت لي ديري لي كيما نقولوا حبيبات تاع الكاستيل. قلت هيا خلي مالا انا دايره خلي نشارك معاكم هذه الوصفه، ان شاء الله تعجبكم يا رب. نفوتوا عفوا المكونات راح تلقاوها في صندوق الوصف. نشوفوا ساعة الطريقة. هنايا عندي الفول السوداني او الكاوكاو حمصته بيان. انايا هنا ديما ما نقشروش كامل، نقشر نص الكميه والنص الثاني نخليه بالقشور تاعو. انا هذه هي الطريقه تاعي. المهم هذا الكاوكاو راح نرحيه ما خشين ما رقيق، فهمتوني؟ متوسط. ونرجع لكم نكملوا معنا باقي الخطوات تاع الوصفه. هنايا في البيتخان تاعي عفوا عندي 5 تاع بيض يكون بدرجه الحراره تاع المطبخ، ما يكونش بارد، ونحط له قرصه تاع الملح باش يطلع معايا ويكون متماسك. باش نخدم لا مورينغ تاعي اللي هي لا باز تاع الكاستيل، يعني لا باز تاعو هي لا مورينغ. نخليوه يطلع بيان اوناج ومن بعد نزيد السكر تاعي. نحتاج طبعا كميه 250 غرام تاع السكر العادي. هكا نخليه سا يطلع لي اوناج، يعني كيما نقولوا بياض الثلج. كي يطلع بيان تما نزيد السكر تاعي ونكمل باقي الخطوات. تابعوني مليح باش تجيكم ناجحة، يعني صدقوني والله وصفة رائعة، يعني الحمد لله لي ياكلها عندي كامل يقولوا لي واش درتي فيها ولا زيدي عاوديها لنا. هكا هنايا كي طلع لي اوناج شوفوا معايا، هنا نبدا نزيد السكر تاعي، نقص في السرعة تاع البيتخان تاعي ونضيف السكر تاعي بشوية بشوية. المهم نبقى نكمل هذيك باقي الكمية كاملة تاع السكر اللي قلت لكم هي 250 غرام من السكر هذا العادي. نزيدها بشوية حتى تتماسك معايا لا مورينغ تاعي تولي صلبة. هكا كي نكمل لا مورينغ كامل عفوا كي نكمل الكمية تاعي تاع السكر نزيد نسرع السرعة الفيتاس تاع البيتخان تاعي حتى نتعقد بيان هذيك لا كريم. دوك هنايا نشوفوها من بعضنا كيفاش جات. هايليك حتى تولي صلبة كيما نقولوا كي يدير هذاك المقار. هنايا نكمل باقي المكونات. هنايا كنت حمصت الفول السوداني تاعي، رحيتو راكم تشوفوا كيفاش القوام تاعو. نحط كمية 2 كيسان، ونحط ما يعادل كاس الا ربع تاع الفرينة. هنايا حطيت ملعقة تاع قهوة تاع لافاني عطر الفانيليا. المهم الوصفة راح تلقاوها في صندوق الوصف، اللي يحب الكميات يعني تاع المقادير عفوا تاع الكاستيل راح تلقاهم حطيتهم في صندوق الوصف، حاب يرجع له. هكا ندخل المكونات مع بعضها ونحطها في السنيوة تاع الفور. هنايا السنيوة تاعي تاع الفور القطر عفوا المقاييس تاعها هي 30 على 40 سنتيمتر، يعني حسب الكمية والمقادير اللي عندي نستعمل هذه 30 sur 40. نفرغ هذيك المقادير. هنا ديجا راني حطيت الفرن تاعي يسخن على درجة تاع 180 180 درجة. خليوه يسخن بيان ومن بعد نقصوله، ما طيبوهاش على درجة عالية، خليوها يسخن بيان ومن بعد نخفضوا درجة الحرارة تاعو. مدة الطهي راح تكون 10 دقائق فقط. ليسونسيال كي تشوفوها بدات تتماسك هكا ويشيح هذاك الوجه تاعها
نزيدو نشعلو لها من الفوق باش دير هداك اللون الذهبي، ونخرجوها من الفرن. هنايا ها هي كي طابت معايا، هنايا جربت حطيت فيها سكينة لقيتها كيما نقولو موس هكا، لقيتها شايحة سي بون، خليتها بردت شوية وكيما تشوفو هاي وحدها تتنحى، نحط عليها على الوجه تاعها كيما نقولو ورق طاي ونقلبها. هاي معانا هنايا كانت قسمة ليمي عادي بيسك راح نقسمها إلى نصفين. الكمية هذه خرجت لي 12 نحبة تاع كاستيل كبار، كبار يعني كبار ويعني الزبونة تاعي كانت حابة كيما هكا، وإذا كان حبيتوهم مربعات يعني مليحة كيما نقولوا في المناسبات، هاد الكمية يعني القالب هذا يخرج لك 18 حبة، 18 حبة متوسطة يعني مربع يعني مليحة، ولا 12 حبة كبار. هنايا بعد ما حطيت هذيك النصفين اللي قسمتهم حطيتهم يبردوا في عقلهم يرتاحوا، جيت هنايا نخدم لا كريم تاعي تاع الزبدة. عندي 200 غرام تاع المارغرين طرية يعني ما تكونش باردة، ونحط معاها 4 ملاعق معمرين تاع سكر غلاسي. بعد ما خليتهم يتضربوا مليح زدت لهم ملعقة تاع أكل تاع العسل، عفوا ملعقتين، وزدت لهم 2 صفار بيض، من البيض هذاك اللي نحيته كي نحيت منه البياض حطيت لهم 2 صفار بيضة. ونزيد هنايا أهم مكون اللي راح يعطيني الذوق تاع الكاستيل ويتوافق جدا مع الفول السوداني هو نيسكافي، قهوة سريعة الذوبان خاصة ماركة نيسكافي هي أحسن ماركة. هكا هنايا نجيب نكمل آخر مكون معايا هو الحليب، نحط لها نصف فنجان تاع الحليب ولا 4 ملاعق تاع حليب بارد يكون بارد مليح، ونزيدو بشوية بشوية. يعني هذا آخر مكون، ونحط لا كريم تاعي تضرب بيان ونزيد السرعة تاعي تاع البيتخان، ومن بعد خلاص بعد ما تكمليها تحطي لا كريم تاعك شوية في الجدار ترتاح، ومن بعد نحطوها على الكاستيل تاعنا. سي بون هنا كملت الكمية تاعي تاع الحليب. النتيجة راح تكون رائعة، الكريمة صدقوني رائعة. تقدري تخدمي بها ديراكتومون مي أنا كون كان صيف وسخون الحال خليتها ارتاحت شوية في الجدار ومن بعد في الثلاجة، ومن بعد جبدتها وجبت هادوك القالب تاعي تاع الكاستيل وبديت ندهنو. هنا راح نشوف كيفاش راح نخدمها. أنا الطبقة الأولى، أنا الطبقة الأولى مدارية نزيد نحط عليها كاوكاو، تحطو الكريمة تدهنوها بيان ومن بعد قبل ما تحطو الطبقة الثانية تزيدو ترشو عليها الكاوكاو هذاك المرحي اللي بقى، مي أنا هنا صراحة نسيت. هكا نزيد نجيب الطبقة الثانية تاعي، نورمال ما تخافوش منو كي يبدا يتشق كيما هكا، غير تلميه هكا بيدك ما عنده ما يصرالو. هنايا كي نكمل ندهن الوجه تاعها هكا تدهنيه بطريقة عشوائية مش حتى تملسي السطح بيسك هكا تجي لا كاستيل. نجيب هادوك الزوائد تاعي نتاع اللي قصيتهم هادوك الحواشي فتفتهم فوالا نحطهم هكا على الوجه تاعها شوية برك ماشي بزاف، من بعد نكمل نعطيلكم يعني الشكل النهائي. هنايا كي تقعدلكم الكريمة وهادوك الزوائد اللي قصيتهم تقدروا تستعملوهم كيما جوغ هكا ليفيغين ملاح حتى هما يتحطو بريزونطابل. حطيت طبقة من الكريمة ومن بعد طبقة من هذيك الحواشي زينتهم باللوز ولا واش عندك مكسرات، أنا عندي هنايا اللوز والبندق.
نوازيت، ونزيد طبقة وحطيت طبقة تاع الكاوكاو، يعني حطو واش تحبو كيما هاكا. حتى هي الشكل تاعها يجي جميل، سورتو هاكا في مثلا في لي سوتنونس ولا في حفلات هاكا عيد ميلاد، نقدروا نخدمو كيما هادو، يتباعو هادوك الكؤوس الصغيرة جوتابل، الخاصة اللي خاصة بالحلويات، اللي يجيو هاكا شفافين، كاين شكل مربع، كاين الاشكال كامله دركا في المحلات ما شاء الله راه كلش كاين. هنايا بعد ما بردت وتماسكت، هنايا راني قصيت هذيك الكاستيل تاعي، ونرش الوجه تاعها بالكاوكاو هذاك المحمص اللي قعد لي هكا. هادو هما الخطوات باش تجي الكعبة تاعها مزينة مليحة، اللي يحب يزين المكسرات ولا حاجة لك الحرية. ونجيب سكر كلاصي تاعي نرشو على الوجه تاعها، والله ما شاء الله النتيجة تاعها جات رائعة. هنا نشوفوها في طبق التقديم، حطيتها هنا ها هي. نشاهدكم في الجنة حبيباتي، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاعي وتجربوها. ما تنساوش ما تبخلوش عليا بزر اللايك والاشتراك إذا عجبتكم الوصفة. راح نكون سعيدة جدا إذا كان جربتوها. ها وهنا الشكل تاعها كيفاش يجي، جات طرية وبنينة يعني ما شاء الله. تهلاو في رواحكم صديقاتي، سلام.